يا صباح الفل أو مساء الفل عليكم. وحشتوني من الفيديو اللي فات. أنا نشيطة أهو بعمل الروتينات. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم الفيديو، أنا آية عبد الغفار. بحب أعمل روتينات وحاجات في البيت كده. لو عجبتكم قناتي اعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي انتوا شفتوا معايا كده البصمة اللطيفة الظريفة صديقة الموظفين الأيام دي. البصمة اللي في الشغل قالت لي شكرا فشكرا وروحت. انا لسه داخله البيت. اول حاجه بدخلها البيت، رغم ان انا ساعات ببقى شاربه قهوه في الشغل، بس بحب ادخل كده على المطبخ، اعمل فنجان قهوه واصلي، وبعد كده ابدا بقى ايه اشوف اعمل ايه قبل ما ريتال تيجي. دلوقتي انا كنت متبله كبده اسكندراني من بالليل. ومتبلاها هي متقطعه رفيع قوي. بجيب التوابل بتاعه ماجي بتاعه الكبده الاسكندراني. بحط على كل نص كيلو كبده بحط كيس من التوابل. وبس، وليمون كتير وخل وتوم وفلفل مفروم حامي مثلا او بارد اللي تحبوه. لو بتحبوها سبايسي حطوا طبعا، هي الكبده الاسكندراني بتبقى حلاوتها وهي سبايسي. وسبتها طول الليل في التلاجة. وجيت بقى على طول زي ما شفتوا كده، ومقطعه فلفل اخضر بس، ويا دوب الكبده يا جماعه بتحب الزيت كتير زي ما انتوا شايفين كده، كتير قوي. لان بس ما تخافوش، كل ده هصفيه، يعني انا مش هناكلها بالزيت ده، بصوا قد ايه. ودلوقتي خلصت، يا دوب تشويحه سريعه كده على النار. حطيت توميه في فص توم مفروم في الزيت، شوحته كده ريحته طلعت، ورحت نازله بالكبده على طول. مفيش 10 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص. وفي الاخر حطيت الفلفل وعصرة ليمونة زيادة وشكرا على كده. قلت بقى اعمل السندوتشات بقى المتينة. والله يا جماعة عايزة اقول لكم الطريقة دي احلى من مليون عربية كبدة بصراحة. والطحينة دي انا كنت برضو مجهزاها. برضو بنفس الطريقه بتاعت الرنجه بتاعت امبارح، بتاعت الفيديو بتاع امبارح. لو عايزين تعرفوا الطريقه روحوا شوفوها، انا منزلاها في الفيديو بالتفصيل. والزبادي بيكترها بقى وبيديها طراوه حلوه قوي كده، وبتبقى فظيعه. بحب اعمل بقى الساندوتش، يا اما تحطوا بقى الطحينه تحت، يا اما في الاول يا اما في الاخر. والرنجه بقى الرنجه نفسي في الرنجه تاني والكبده. وبعدين خدت كده، هي دي كانت تصبيرة سريعة كده قبل ما اسماعيل يجي من الشغل. وبعدين قلت اكل انا وريتال كده، وقرن الشطة المتين طبعا. آه، انتوا شفتوا مش عارفة ظهرت ولا ايه ازازة بيبسي، هضربها كمان شوية، بس انا ما جبتهاش عشان ريتال. وبس كده قعدنا قدام البلكونة في الروقان كده ناكل مع بعض، علشان نبدأ بقى ايه نشوف باقي اليوم هعمل فيه ايه. قلت حلي بقى، انا حاطه الكلامنتينا اللي احنا غسلناها امبارح والبرتقان والحاجات دي. بحب احط الفاكهه في الليفنج قدامنا كده واحنا قاعدين، بالذات بقى في الشتاء بقى. الحاجات دي بتعيش بقى وبتقعد كتير كده. فطول ما انت يعني ما تحطهاش في المطبخ او على السفره مثلا، لا حطوها في المكان اللي انتوا قاعدين فيه. سهل بقى، في نفس الطبق اللي احنا كلنا فيه الكبده رحنا قايمين كل واحد جاب له استفنديه وضربناها وشكرا على كده. دلوقتي بقى اهو اول مره ندخل على القناه دي في الاوضه عندي. دلوقتي انا كنت عايزه اوريكم. انا مش هعمل حاجه غير بس حاجه زياده، بس تغيير شويه كده في السرير. انا مش هكمل باقي الاوضه. وبعدين شوفوا كده، بصوا احنا من يومين كده الدنيا بدأت تسقع قوي. انا كنت حاطه البطانيه الصغننه اللي هي الخفيفه دي، اللي هي فيها ورود صغيره دي، طول الفتره اللي فاتت. قام بقى الجو سقع بقى اليومين اللي فاتوا. رحت مطلعه بقى اللحاف. فانا ما بحبش اتغطى بحاجه حاجتين مع بعض، يعني ما بحبش اللي هو ايه. بحس ان هما بيقعدوا يجروا كده من بعض، يا اما بطانيه تقيله محترمه، يا اما لحاف تقيل، يا اما مش حاجتين كده. فانا بقالي 3 شهور ولا حاجه كنت عامله الطقم ده، طقم الكفر بتاع اللحاف ده. مفصلاه اي حد، ده قطن العمريه. اي حد يا جماعه بيفصل عندكم ملايات او مفارش سرير او اي حاجه، سهل قوي بيعمل الكفر ده. سواء بقى الوشين نفس اللون، او سواء دبل فيس زي ما انا عملته كده. انا عملته دبل فيس علشان يبقى يعني احس بالتغيير، والاتنين بعاد عن بعض تماما. ده على كافيه كده. اللون اللي هو ما تفهميش البقرة ولا ده ايه، كان لون جديد كده منتشر قوي في القماش بتاع الملايات. انا من محبين التفصيل بصراحة. يعني انا كان في الجهاز بتاعي الملايات بتاعة الفرح بتاعتي كانت نصها كلها تفصيل،
انا بحب التفصيل جدا، بحب القماشات بتاعته، بتفصلوا بقى اللي انتوا عايزينه. لكن الملايه اللي هي مفروشه اوريدي، اللي هي البيج دي اللي على السرير دي، متجهزين. على فكره الملايه دي من ايام فرحي، حتى هتلاقوا الناس اللي يعني اللي مثلا من 11 سنه ولا حاجه، عندها الملايات اللي هي بيبقى فيها كنار كده، والخداديات فيها تطريز ومش عارف ايه الحاجات دي. دي من الملايات اللي يعني اللي بحبها. انا بحب الحاجات الساده عامه في الملايات بالذات، عشان العب بقى في الكفر، في البطانيه، في اللحاف. بصوا انا كنت عماله الف حوالين نفسي علشان اركبهم، وخصوصا ان هما طبقتين، يعني مش مثلا لحاف، لا انا كنت ماسكه الطبقتين الركنين. بصوا انا مثبته فيهم عشان ما فيش حاجه منهم تفلت، وماشيه كده مع الحدود بتاعه اللحاف. فجاه كده لقيت نفسي خلصت، فرحت قوي قوي. بصوا حاولوا، هو انا كنت اول مره بصراحه استخدم البتاع ده، الكفر، بس مش هتبقى اخر مره. انا هطلب منها تفصل لي واحد كمان، او اتنين كمان، واحد ليا تاني كبير، وواحد بقى للاطفال عند ريتال. عشان بتوع ريتال برضو اللحفه بتاعت ريتال لو عايزه اغير شكلها، هي اي نعم على على فاتح على ابيض، وحلوين قوي فاتحين يعني للاوضه، بس عشان لو حبيت برضو اغير كده ويبقى تغيير بقى وبتاع، احنا انتوا عارفين ان احنا بنحب كل شويه التغيير. دول بقى الكفرات بتاعة المخدات، دي برضو عملتها دبل فيس زي اللحاف، بس برضو اوبشن، يعني ممكن مش عايزين كفرات، مش عايزين اللي انتوا عايزينه، عايزين مثلا 4 خداديات، عايزين خدادية كبيرة، قصدي مخدة كبيرة اللي هي الطويلة دي، وخداديتين او 4، كل حاجة بحسابها، انتوا فاهمين؟ يعني كانت مثلا عاملة لي المخدتين وشين الخداديتين دول ب80 جنيه الوشين بس. لو زودت 2 تانيين كانوا هيبقوا ب80 تانيين، يعني التوتال كله كان حوالي 400 جنيه، الكفر والخداديتين. وعشان دبل فيس فتقريبا السعر بيزيد بقى. بس انا قلت امسح بس الكومودينيهات كده مع بعض. انا ما بحبش احط حاجات كتير بصراحة، بس هعمل يعني ايه، انا من النوع اللي بحب كل شوية اغير، اشيل دي مكان دي، احط دي مكان دي. فيعني ساعات تلاقيني حاطه حاجات كتير قوي على الكومودينو، وساعات تانية تلاقوني يعني مش سايبه بس حاجه او اتنين بس، يا دوب علبه المناديل مثلا، ودي اللي هناك دي شمعيه بتاعت ايكيا، وحاطه الكريمات بس كده وخلاص. والوصله اللي هي وقعت دي عشان مفيش فيشه ورا الكومودينو، فانا جايبه سلك كده من ورا وحده الادراج المخفيه دي، علشان توصل للشاحن بقى، لان انا بحب احط الشاحن في التليفون في الشاحن، يبقى جنب السرير وكده. لكن الكومودينو اللي هناك فيه فيشه فيه عاديه يعني. بس عجبني قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا بالسرير كده، وشكله رهيب ما شاء الله، حلو قوي. وما تستخسروش يا جماعه، والله انا كنت مستغلياه بصراحه، يعني كنت 400 جنيه او 300 وشويه بالظبط. عماله اقول طب ما انا اكمل على سعره، واجيب مثلا لحاف تاني، يعني سعره برضو مش رخيص قوي. بس تجربة حلوة قوي يا جماعة، وهاتوه ما تستخسروش والله زي ما قلت لكم. وبعدين انا خرجت بقى عايزة اوريكم ريفيو عن المحل ده. المحل ده اسمه هوم زون، مش اعلان خالص على فكرة، انا بحب اروح المكان ده، بس بصراحة مؤخرا اسعاره بقت اوفر يعني. الصينية دي انا عايزة اقول لكم عندي هي دلوقتي بحاجة و90 جنيه، انا كنت جايباها بحاجه و50 جنيه من اقل من سنه منه، او حاجه و60 64 جنيه تقريبا من اقل من سنه بالظبط. الحاجات فعلا غليت، يعني يعتبر غليت الضعف، يعني ما اضحكش عليكم. بس هو كمكان، عايزه اقول لكم المكان ده رهيب رائع، يعني لو انتوا يعني مش فارق معاكم المبلغ، بس بتحبوا الحاجات اللي هي الفريدة من نوعها، الحاجات المميزة، مش مثلا ديكورات تقليدية، او ديكورات اللي هو ايه، وخلاص يلا مشي حالك وكده. لا ابدا، اللي يدخل عندك مثلا يعرف ان انت لا جايبه ديكورات مميزه، انت بيتك مميز بحاجات، روحوا المحل ده. ولو مش فارق معاكم السعر قوي يعني، برضو ده كان 119 جنيه، انا استغربت من سعره، كان برضو بحوالي 60 جنيه او 50 جنيه كمان. دي كوسترات سيراميك، يعني هي شكلها رائع وشكلها حلو جدا، بس يعني كوستر اجيبه ب120 جنيه ليه؟ ده ب50 جنيه قد، بصوا 10 في 10، 10 سنتي في 10 سنتي، يا دوب قد الكوباية، فاهمين قصدي؟ يعني
بصوا الحاجات بقى دي بتاعه المطبخ، والحاجات دي حلوه قوي قوي. الشيالات بقى بتاعه الكحك، ودي الباسكت اللي بتحط فيها مثلا على رخامه فيها ازايز الزيت، او البلانشات، الحاجات دي. دي برضو شيالة ممكن تحطوا فيها كب كيكس او اي حاجة، بس دي اللي هي الدور واحد، في منها الدورين. والعلب بقى بتاعت القهوة والشاي ودي برضو طقم كسترات كده. بصوا انتوا تروحوا هناك تتوهموا، عايزة اقول لكم. بس الاسعار يعني مش عارفة، بس حبيت يعني، انا بحب اعرفكم الاماكن اللي ان شاء الله هتشوفوا في القناة معايا. حاجات بقى ايه، ريفيوهات اي حاجة انا جبتها مثلا وعجبتني هقول لكم عليها، حاجة جبتها وما عجبتنيش او حسيت ان هي لا ما تستاهلش مثلا المبلغ ده، هقول لكم برضو عليها. يعني برضو ما عشان ما حدش مثلا يجيبها او ياخد في باله او يبقى عارف عن دي ايه. دي بقى بتاعت المعالق، يعني بصوا تحطوا المعالق فيها ب 250 جنيه. هي بوكس كده ازاز، تحطوا فيه المعالق على الرخامه زي صفايه معالق كده. بس غاليه قوي، دي ما كانتش كده ابدا. العلب الصفيح دي كانت برضو ارخص من كده كتير، مش عارفه في ايه بصراحه. بس الحاجات ككواليتي حلوة، حلاوة مش طبيعية، فظاء يعني. تتوهموا، بصراحة تتوهموا. انا بصراحة رحت ما جبتش حاجة لان أنا لقيت الاسعار كتير جدا غالية. دي بقى المكرميات والحاجات دي المقاس الصغير خالص ده ب 100 جنيه الواحدة دي. وبقى الاسعار بتتراوح بقى لغاية 1000 جنيه وانتي طالعة. الكبيرة قوي دي كانت بحوالي 999 او حاجة كده، 900 جنيه اهي. دي ب1000 جنيه، هتخيلوا طابلو كده يتحط الحيطة ب1000 جنيه، دي ب100 جنيه. يا دوب بس بتاعتين كده وخلاص. دي علاقات بقى للبيت وللبيت ايه للمفاتيح. الشجر والزرع هناك تحفة تحفة، عايزة اقول لكم حلوة قوي قوي قوي. بس برضو نفس الاسعار والحاجات دي، بس يعني تلاحظوا الحاجات مختلفة مختلفة عن اي مكان تاني. مش مش اللي هي تقليدية، مش ورد تقليدي عادي كده. بصوا برضو دول من الحاجات الحلوة قوي اللي هو الحزين، عمو الحزين ده تخيلوا دي ب550 جنيه. انتوا متخيلين ليه؟ طيب يعني. فيعني بصوا الحاجة كويسة، بس يعني مش عارفة، دي أذواق بصراحة. أنا عن نفسي كآية أنا ما يعني ما أقدرش أروح أجيب حاجة كده في فازة مثلا قد كده قد اللقمة ب200 جنيه مثلا. لا بصراحة أنا ما اتعودتش على كده، وما بحبش أجيب الحاجات اللي هي الأوفر في الأسعار قوي بصراحة. دي الكوسترات اللي هي شبيهة أيكيا. ودي علب بقى مناديل والحاجات دي. هوريكم دلوقتي طقم صواني أنا كنت جايباه من عنده، حرفيا يعني برضو سعره بقى ضعف حقيقي يعني. فبصراحة اتصدمت. بصوا هسيبكم بقى دلوقتي مع باقي الفيديو، عشان ما اقعدش ارغي معاكم كتير، ويعني احنا بنتفرج مع بعض. بس يعني انا بصوا عامل اقللكم كل حاجه بالاسعار بالاسعار بالاسعار، يعني مش كل اللي بصوره بجيب لكم السعر بتاعه عشان تاخدوا برضو فكره عنه، وتبقوا عارفين لو هتروحوا المكان تبقوا عارفين حاطين يعني الفلوس قد ايه، يعني حاطين في المحفظه معاكم فلوس قد ايه مثلا، او عاملين حسابكم على مبلغ كام. دي برضو العلب اللي كانت منتشرة فترة كبيرة كده، اللي هي الشكل المربعات ده. دي ب80 جنيه، يا دوب حاجة كده ميني صغننة خالص.